بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة العيد ليلة عظيمة عند الأهلاوية، ليلة جميلة عند الأهلاوية، احتفالا بأبطال الذهب اللي لعبوا النهاردة مباراة عظيمة ضد الذهب القشرة اللي هم نجمات نادي الزمالك. اللي أحمد مرتضى منصور أو نادي الزمالك أخد 4 لعيبة من نجوم الفريق للطايرة، وكانوا بيلعبوا ما عدا طبعا بنت الكابتن هناء حمزة لأنها مصابة، وخدوا بطولة الدوري منهم النهاردة عن جدارة واستحقاق. ده الفرق الكبير بين حد بينتمي للنادي وبيشتري النادي وبيخلص للنادي وحد تاني بيدور على الفلوس والأرصدة في البنوك. هي دي النتيجة، نتيجة الأبطال اللي يستحقوا فعلا انهم يكونوا أبطال، كلهم نجوم بلا استثناء، كلهم أهدوا ميدالياتهم للكابتن محمود الخطيب العظيم. النهارده مبروك لاعبات طايرة النادي الأهلي، طائرة النادي الأهلي، ولاعبين اليد والسلة. طبعا حاجة عظيمة السنة دي. بطولة الطايرة النهاردة لا تقل أهمية عن البطولة رقم 9 في أبطال الدوري، بالقضية ممكن لقفشة. النهاردة في فرق كبير قوي بين انك بتشتري نادي وبتنتمي لنادي وبتحب جماهيره ومجلس ادارته ومتعايش مع النادي وما تبصش للمال ولا للفلوس، بتحصد بطولات، بتحاول تسعد الجماهير، عكس ناس تانية. حصلت في كرة القدم مع عبد الله السعيد ورمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وغيره وغيره وغيره، ومفيش نتائج وما بيحققوش بطولات وبيتكلموا وبيدعوا الطموح وغير الطموح وبرضه مفيش نتائج. مبروك لطايرة النادي الأهلي النهارده ونجومها الكبار والكابتن او الوزير السابق للشباب والرياضه العمري فاروق. مبروك للكابتن محمود الخطيب. النهارده يوم عظيم، يوم جميل، واللي قبليه كان عظيم واللي قبليه برضو كان عظيم. قد ايه النادي الاهلي عظيم، قد ايه النادي الاهلي هو بس الاخفاق كان في كاس مصر في الطايره بين رجال نادي الزمالك والنادي الاهلي، ولكن النهارده درس قاسي لهناء حمده، درس قاسي ل4 لعيبه اللي سابوا النادي الاهلي. في فرق كبير بين الذهب الاصلي والقشره، الذهب الاصلي والقشره. النادي الاهلي بلاعيبته، مجلس ادارته، في اسس، في مبدأ للنجاح، في قيم، في اخلاق، في روح، في كل حاجة ممكن تتخيلها في المجال الرياضي موجودة داخل النادي الاهلي. واي حد ما يقولش الكلام ده يبقى خادع وكاذب ومنافق وافاق. في ناس كتير صحفيين باعوا النادي الاهلي وهم اهلاويه عشان المال، وكلكم عارفينهم. لو تفتكر صادق كان بيقول ايه على جماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي مرعبه، مجلس ادارته مرعب، بطولاته مرعبه. النهارده شوفوا بيقول ايه في قناه نادي الزمالك: يا جماعه المبادئ والقيم ما بتتجزأش، النادي الاهلي عظيم، النادي الاهلي عظيم بكل لعيبته، عظيم باداراته السابقه والحاليه واللي هتيجي، عظيم في مجال الاخلاق والاحترام والتقدير. فين احمد فتحي دلوقتي؟ فين رمضان؟ انا لا اقلل لا من احمد فتحي ولا من رمضان صبحي ولا من عبد الله سعد ولا من نادي الزمالك، بس دي رساله قويه لاحمد مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور. انت خدت لعيبه بملايين، ضيعت على النادي ملايين، ولاعيبه النادي الاهلي اللي هم اساسهم الذهب، اساسهم القيم، اساسهم الروح، خدوا البطوله منهم. النهارده لو تشوف منظر الكابتن هناء حمزه وهي يعني بتستخدم المستيكة ويعني بتحاول تظهر الابتسامة والضحك ولكن طبعا احنا كلنا فاهمين ان دي ابتسامة مزيفة. عادية جميلة جدا يا بنات الاهلي للطايرة، عادية جميلة لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله التفوق القادم على الرجاء البيضاوي ونوصل للدور قبل النهائي او لدور ال4 ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.